فيديوهات كتير وكلام أكتر بنسمعه وبنشوفه بقالنا فترة حلوة. إزاي تحب نفسك؟ تعمل إيه علشان تحب نفسك؟ بس ما عرفناش إمتى أقول إن أنا فعلا بحب نفسي دلوقتي، وده موضوع فيديو النهاردة. في كام علامة كده هتلاحظوهم في المكان أو فيكوا انتوا أو في سلوكوا طريقة تفكيركوا. من العلامات دي هركز على الأكل بتاعك وشربك. ايه اللي مفيد ليا؟ ايه الحاجات اللي ممكن تضرني زي السكر الكتير، الحاجات اللي فيها ملح كتير. بتعب من الحاجات اللي سبايسي فهقلل منها علشان ما تعبش. اركز على شكل جسمي، لا انا مثلا تخنت شوية، انا محتاجة ان انا ارفع علشان اكون احلى، علشان ده هيديني ثقة في نفسي اكتر. ومن العلامات برضو ان هلاقيني ببعد عن الناس السلبية، الناس اللي طول قعدتها بتشتكي، اللي انا شايفة قعدتي معاهم تضييع وقت ومفيش مواضيع مهمة بنتكلم فيها او حاجات نقدر نعملها تفيدنا. وكأن اللي بيحصل ان طاقتي الايجابية وحبي لنفسي بيبعد الناس السلبية. لما لاقيني مش هاينة على نفسي، مش عايزة اجي عليها، مش عايزة اضايقها، وده بتحصل في تصرفات كتير بلاحظها. هلاقيني ما بجيش على نفسي عشان خاطر اللي قدامي، مش هاجي على نومي علشان حد عايز يفضل يتكلم 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 ومش حاسس بان انا جاية على نومي ووقتي علشانه. ميالة قوي ان اعمل اللي يريحنا انا مش اللي يريح اللي قدامي. يعني انا دلوقتي في لبس معين مريحني وعاجبني قوي، حد معايا واخداه ان نشتري مع بعض لبس، لا ده مش حلو عليك كده كذا ده كذا، بس انا مرتاحة وعاجبني. ساعتها انا صاحبة قراري، انا بسمع من اللي حواليا بس انا صاحبة قراري. اني بوقف اللي قدامي عند حده لما يتعدى حدوده معايا، لما يحاول يأذيني او يقل مني، ان هو يضايقني باي طريقة كانت، وان انت تقعد تتدخل في اللي مالكش فيه وتقولي ده من باب اصل انا خايف عليك. وقت ما اغلط هتفهم اللي حصل واقعد افكر مع نفسي ليه انا عملت كده وازاي اقدر ان انا احل ده علشان ما اقعش فيه تاني. هلاقي نفسي انا الايد اللي بطبطب على نفسي لما اقع في مشكلة، ما اروحش لحد واقول له انا عايزاك تطبطب عليا، الاقيني انا بسبق وبطبطب على نفسي بنفسي. عمالين نقول الحدود الشخصية الحدود الشخصية، يا ترى ايه هي الحدود الشخصية وايه ممكن تكون الحدود دي؟ الحدود ببساطة هي الحاجات اللي انا شايفاها من وجهة نظري بحطها للي قدامي علشان يتعامل على اساسها عشان ما يضايقنيش بتصرفاته. ايه الحدود اللي ممكن احطها للي قدامي علشان احمي نفسي، ما خليش اللي قدامي يعرف اكتر من اللي انا عايزة اقوله له، وده هيكون في تحكمي في الكلام، ان مش اي حاجة تتقال ومش كل حاجة تتقال، ولو اتقالت ابقى عارفة بتتقال لمين وامتى وازاي. وهلاقي ان انا بوضح في معاملتي مع اللي قدامي حدودي الشخصية، زي ان حد يكلمني متأخر وانا ما بحبش كده فبالتالي مش هرد. ما اللي قدامي يعملها مرة واتنين هيعرف ما بتردش متأخر ان يأذيني بالكلام، اللي بيقعد ينتقدني دايما بالسلب لما ارد ما اسمحش ان حد يتكلم عليا بالطريقة دي، ده في حد ذاته حد للي قدامي. وغيرها كتير حدود موجودة، كل واحد على حسب شخصيته وتربيته بيحطها لنفسه. بعرف برضو من المكان اللي انا فيه اذا كنت فعلا بحب نفسي ولا لا. هلاقيني بقيت بحب ان اخليه منظم اكتر، يكون شكل مريح لعيني، تكون اضاءته حلوة، يكون المكان نفسه فيه ناس انا بحبها وناس بستريح معاها في الكلام، وببعد عن اي قعدات ممكن تسبب لي ولو 1% عدم ارتياح. هلاقيني بهتم بحاجتي، بهتم بشكلي، بهتم بلبسي، بهتم بكل حاجة تتعلق بيا، كأن بالظبط نفسي دي بنتي، وانا عشان بحبها بوفر لها كل حاجة ممكن تكون محتاجاها علشان تبقى مرتاحة ومبسوطة.